فقال الحمار لحيوانات الغابة في حضور النمر: هذا العشب أزرق. فأجاب النمر: لا، هذا العشب أخضر. احتدم النقاش بينهما، فذهبا إلى الأسد ليحكم بينهما. فقال الحمار للأسد: هل العشب أزرق صحيحا؟ فأجاب الأسد: نعم. اندفع الحمار في وسط الحشود صائحا: هذا النمر لا يفقه شيئا، وأرجو أن يعاقب على ذلك. وافق الأسد على عقاب النمر، فعاقبه ب3 أيام من الصمت لا يتحدث لأحد. فرح الحمار بهذا الحكم ورحل وهو يردد: العشب أزرق كما قلت لكم. ذهب النمر للأسد وسأله: لماذا عاقبتني وأنت تعلم علم اليقين بأن العشب أخضر؟ فأجاب الأسد: الكل يعلم بأن العشب أخضر. فسأله النمر: فلماذا تعاقبني إذن؟ فأجاب الأسد: عقابك ليست له علاقة بمسألة العشب أزرق أو أخضر، لأنه من المهين لمخلوق شجاع وذكي مثلك أن يضيع الوقت في الجدال مع الحمار. فقال له أيضا: لا تجادل الأحمق المتعصب الذي لا يهتم بالحقيقة أو المنطق. هناك أشخاص رغم كل الأدلة المقدمة لهم ليس لديهم القدرة على الفهم والاستيعاب.